لكن ايه حكايه اله الخصوبه عند المصريين القدماء، وايه اللي كان شخص بيحاول يعمله معاه؟ وانت هنا في معبد الاقصر هتلاقي صوره اله الخصوبه عند المصريين القدماء ديت الاله من، واللي منها تم اشتقاق كلمه السائل المنوي في اللغه العربيه وفي الانجليزيه سيمن. الاسطوره باختصار، وحط تحت الاسطوره ديت 100 خط، بتحكي عن قريه خرج الرجال اللي فيها علشان يحاربوا، وسابوا شخص واحد لفتره كبيره هنا في القريه علشان يرجعوا يلاقوا ان اغلب نساء القريه انجبوا اطفال، ووصل عددهم ل 500 طفل ويمكن اكتر. رجال القريه لما رجعوا طبعا قرروا يعاقبوا الراجل دوت، وقطعوا ليه رجل وايد كعقاب ليه، علشان من بعد كده اولاده يقرروا انهم يحولوه لرمز للخصوبه او اله للخصوبه. من بعدها اتسجلت الصور ديت على كتير من الجدران زي اللي موجوده على الجدار اللي قدامنا دوت. الخصوبه هنا مش بس المقصود بيها الخصوبه الجسديه، لكن كمان بتمتد للمعنى الخاص بخصوبه التربه. وفي وقت من الاوقات اكتشفوا ان كان في شخص بيحاول ان يكحت في الجدار دوت، وبالذات في الجزء اللي قدامنا دوت، علشان يحاول ياخد جزء من الرمل اللي بينزل من الحجر علشان يستخدمه كمقوي زي ما هو معتقد يعني. لكن هل كنت